ايه يا هاله، ده انت عامله لنا رجول فراخ النهارده؟ يا ستي، هعمل معاكي رجول فراخ، وبتمنى ان انت تسمعيني لاخر الفيديو، وهقول لك على الفوائد العظيمه اللي موجوده في رجول الفراخ. فاحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل احلى رجول فراخ، ونشوف الفوائد الصيدليه الخفيه اللي موجوده فين في رجول الفراخ. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا ست رجول الفراخ، هات الكميه اللي انت عايزاها. المهم وانا شغاله كده وبتكلم، على فكره النور طفى عليا، فانا بصور حاليا على الكشاف بتاع الموبايل. بنجيب رجول الفراخ وبنشطفها كويس، ونبتدي نقص الجزء اللي من قدام اللي فيه الضفر. فانا هقص الكميه كلها وارجع لكم تاني. المهم ايه، خلصت الكميه كلها شطفتها مره واتنين وتلاته، وبقى بنغسلها بالملح والليمون يما تبقى معانا زي الفل. زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه طبقه جلد صفرة كده من فوق. لو معرفتيش تحوشيها، نزلي الرجول في ميه سخنه، اسحبيها هتسحب معاكم بكل سهوله، وهتبقى معاكي بيضه وشفافه وزي الفل. المهم خلاص انا كده نضفتها وبقي زي الفل، وريحتها الله اكبر عليها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هنعملها بطريقة هالة اللي بتعملها من زمان، وهعمل لكم طريقة أجنبية أنا شفتها على قناة أجنبية، بصراحة عجبتني جدا جدا وطلعت طعمها حلو جدا جدا. يلا كده نجهز الشوربه بتاعتنا. انا هجيب حله احطها على النار، وما تكتريش الشوربه بتاعتك، الميه هي ما بتاخدش وقت كتير في السوا. نزلت بطماطمتين وبصلتين وجزرتين وقرن شطه او قرن فلفل، وثلاث فصوص توم وحبهانه كده وورقتين لورا. دي حبشنا كده الشوربه بتاعتنا، وممكن تنزلي بمرقيه على فكره. وبعد ما سخنت معانا كده نزلت برجول الفراخ زي ما انتم شايفين كده. احنا هنحط الملح من البدايه، تمام، لان رجول الفراخ ما بتاخدش كتير معانا في السوا. المهم هنجيب معلقه ملح صغيره، ومن كل حاجه ربع معلقه فلفل اسود، كزبره، حته كمونه صغيره. دي الطلبات بتاعتنا. ونزلنا بالملح بتاعنا. خلاص بقى سيب الفراخ بتاعتك اما تستوي بسرعه. ولما ما بيحبش طعم الليمونيه تاخد قلبتين كده، وحشيها من وسط الشوربه. خلاص انا كده دي بالنسبه لو انت حبيتي تاكلها مسلوقه كده. دي طريقتي المعتاده اللي انا بعملها من زمان، تمام، لان انا بصراحه بحبها جدا جدا. انا في الاول كنت بتكسف بقول ان انا بحب رجول الفراخ، لكن لما انا قريت عن رجول الفراخ وفوائدها فصممت ان انا اعملها لكم فيديو. المهم هنطلع جزء كده من الرجول المسلوقه، وهسيب جزء في الشوربه، لان انا بحب برضه اكلها بالشوربه كده. المهم طلعناها بحبة الخضار دي بشوية رجول. وتعالوا نشوف هنعمل جبت طاسة نزلت فيها بمعلقة توم كده صغيرة وشوية كزبرة. ويا ريت اللي وصلت معايا للخطوة دي تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. نزلت كده بمعلقة التوم، وهنزل بشوية كزبرة عليها زي ربع معلقة، وقلبي الكلام ده ببعضيه. وهنجيب كده معلقه معجون البابريكا موجوده عندكم على القناه، ما عندكيش هاتي 3 فلفلات حمر كده اضربيهم في الكبه، وانزلي بيه زي معلقه معجون من الفلفل اللي انت ضربتيه في الخلاط. بعد كده شوحيها وانزلي بمعلقه صلصه. دي كل الطلبات بتاعتنا. احنا لا هنحط ملح ولا اي حاجه، لان كل حاجه عاملينها في الشوربه، هي مش محتاجه حاجه. هفضل اقلب فيهم كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هتعملي يا هاله؟ هنزل كده بربع معلقه سكر اكرملها مع الخلطه الجميله دي. بصراحه دي طريقه اجنبيه انا شفتها وعجبتني جدا جدا. وهنزل بالرجول بتاعتي والخضار اللي فيها، وهقلبهم تقلبتين كده، وهنزل عليهم بشويه شوربه عشان الرجول دي تتشرب كويس، ونسيبها لما تتقل تاني. وانا كده شغاله هقول لكم على فوائد الرجول يا جماعه. فوائد الرجول فيها البروتينات والفيتامينات والمعادن. دي بتساعدنا على اصلاح او تجديد الانسجه بتاعت الجلد بتاعتنا. فيها يا ستي نسبه عاليه من الكولاجين اللي بيجدد خلايا البشره وبيأخر علامات الشيخوخه، وبتقوي جهاز المناعه. وغنيه بالبروتين وفيتامين د فيها فيتامين ب 12 اللي بيساعدنا على الطاقه للجسم. متوفر فيها حاجة اسمها حمض البنتوسينيك وفيتامين د. دي العناصر اللي بتقوي الأعصاب، ومهمة جدا جدا للأطفال. وحط 100 خط تحت مهمة جدا جدا للأطفال. ليه للأطفال يا جماعة؟ لما انت تولفي ولادك من صغرهم على رجول الفراخ هيطلعوا بيحبوها جدا جدا. مش عايزين نتكلم على كل حاجة كتير،
عشان ايه؟ ما بيغلوها علينا. اديكم شايفين الكوارع اللي هي الرجول اللي احنا كنا بنجيبها، الجوز كنا بنجيبه ب50 جنيه وب40 جنيه، وصل 700 جنيه. لان حاليا الدكاترة بتكتبوا للناس عشان بيساعدنا ايه؟ بيساعدنا على يعني بيقوي العظم. مش عايزين كمان رجول الفراخ لان هي فيها نفس الفوائد. مش عايزين رجول الفراخ كمان بتوعت الفراخ يوصلوها لنا بسعر اوفر، او نرجع نقول يا ريت ما اتكلمنا على رجول الفراخ. عايزين نعرف الفوائد كده من غير ما حد يحس بينا، ونجيب رجول الفراخ الجميله دي ونبتدي ناكلها زي الكوارع بالظبط. ولفوا ولادكم من صورهم. انا على فكره من زمان بحبها، وفعلا كنت بتكسف اقول ان انا باكل رجول الفراخ. لما لقيت الاجانب وفي اعظم المطاعم بيعملوها، وبيعملوها مشويات على فكره، كمان يشوها بعد ما تتعمل بالطريقه دي، بيحطوها كمان ايه، يشوها تاني، طعمها حلو جدا. ودي طريقه اجنبيه، وشويه سمسم كده على الوش. ما اقولكمش يا جماعه، ما اقولكمش على جمالها، تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال والحلاوه؟ الطريقتين حلوين، ان كانت بشوربه او كانت بالطريقه الاجنبيه اللي انتوا شايفينها دي. وكفايه يا جماعه الفوائد اللي موجوده. زمان كانوا بيدونا رجول الفراخ دي فوق الفراخ. حاليا لا، حاليا غليت شويه، يعني معقوله ب25 ب30. كل واحد بيبيعها ايه بطريقته. لكن هم لو عرفوا الفوائد بتاعتها هيغلوها علينا جدا جدا. دي ممكن تبقى اغلى من الفراخ نفسها. فهقول لكم ايه، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. ودينا انا وصلت لكم، لان دي امانه، وانا ما فيش حاجه بعرفها لما بوصلها لكم. ويا ريت ولادنا من صغرهم نعلمهم ازاي ياكلوا رجول الفراخ عشان جسمهم يتبني صح، وفي نفس الوقت هيستفيدوا منها جدا جدا ويطلعوا بيحبوها. وديكم شايفين الجمال والحلاوه. عن صدق يا جماعه طعمها حلو جدا جدا. لو انت كلتيها بالشوربه حلوه جدا، لو انت عملتيها بالطريقه الاجنبيه كده زي هلا حلوه جدا جدا جدا. وديكم شايفين شكلها يفتح النفس. شايفين الجمال؟ فهقول لكم ايه بقى، سيبوني اعيش حياتي مع الجمال ده. انا بالنسبه لي ده احلى من اللحمه ومن السمك ومن الفراخ ومن اي حاجه. طعمها حلو جدا جدا جدا. فهقول لكم ايه، بالهنا والشفا، ومنتظر رايكم في التعليقات.